السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم. معادنا دلوقتي مع شرح درس جديد من دروس الهندسة، وهندخل على طول على الوحدة الثانية. وأول درس عندك في الوحدة الثانية هندسة بيكلمك على التناسب. طبعا الشغل اللي احنا نعمله دلوقتي في الدرس دوت بيتعمل بشغل الوحدة الأولى اللي هو بتاع التشابه. عندك في الدرس الأولاني دوت نظرية ونتيجة على النظرية وعكس النظرية. درس بسيط بس عايزك تركز معايا ايه اللي بيحصل لما بيكون في توازي. هتلاقي على طول اللي بيحصل عنوان الدرس اللي هو مين يا شباب؟ التناسب. تعال نعرف اكتر من منطوق النظرية. النظرية الاولانية بتقول لك اذا رسم مستقيم يوازي احد اضلاع مثلث. يعني انا عندي مثلث جميل اسمه ا ب ج، رسمت مستقيم وليكن اسمه د ه، فقطع الضلعين ا ب و ج في نقطة د ونقطة ه. تعال افكرك من الوحدة الاولى كنا بنقوله فان المثلث الناتج اللي هو ا د ه يشابه المثلث الاصلي اللي هو ا ب ج، وكنا بنعمل من التشابه دي تناسبات. احنا بقى النهارده مش هنعمل التشابه، هنعمل على طول التناسبات. فبيقول لك ويقطع الضلعين الاخرين، قطعهم في د وه، فانه يقسمهما. المستقيم اللي بيوازي ضلع من اضلاع المثلث قطع الضلعين في نقطه د ونقطه ه، فهيقسمهم. يعني هيقسم الضلع ا ب والضلع ا ج الى ايه؟ الى قطع اطوالها متناسبه. يبقى انا لو عندي توازي ما بين د ه وب ج، د ه قطع ب ا ب في د وقطع ا ج في ه، هيقسمهم لجزئين هم. الجزء الاولاني اسمه ا د والجزء الثاني اسمه د ب، وهنا الجزء الاولاني ا ه والجزء الثاني ه ج. مالهم بقى الاجزاء دي؟ هتبقى متناسبه. يعني انت لو قسمت ا د على د ب، هي لو قسمت اللي قصادهم الجنب الثاني ا ه على ه ج. انا بقى بقول لك لو في توازي يبقى في تناسب. التناسبات دي لها اشكال كتير. تاخد الصغير على الصغير يبقى هتاخد الجنب الثاني اللي قصادهم الصغير على الصغير. ممكن واحد ياخد الصغير على الكبير يبقى هياخد الجنب الثاني الصغير على الكبير. يعني فيها كذا شكل من التناسبات. ممكن واحد ياخد الجزء اللي تحت على اللي قصاده يساوي الجزء اللي فوق على اللي قصاده، وهكذا. يبقى لو في توازي يبقى على طول فيها يا شباب في تناسب، وهتفهم اكتر بحل التمارين. طبعا القاعده ديت ان انت لو عملت مقص ا د ف ه ج هي ا ه في د ب، وما بستخدمهاش كتير. انا بستخدم على طول ان لما يبقى في توازي يبقى في مين يا شباب؟ تناسب. طب تعالى بقى كده لنتيجه على الجزء النظريه اللي فاتت. طبعا هو بيقول لك في النتيجه لو انت رسمت مستقيم خارج المثلث، اللي فاتت دي المستقيم قطع المثلث من الداخل. هنا المستقيم د ه هيقطع امتداد الضلعين بتوع المثلث ا ب و ج في نقطه د وفي نقطه ه. على طول هيحصل ان ا ب على ب د نفس الكلام، ا ب على ب د يعني اجزاء الجزء اللي في اليمين متناسبه مع اجزاء اللي قصادها في الجزء اللي في الشمال. وممكن التناسب يحصل ان انت د ه ده يقطع ا ب في نقطه د من بره ويقطع ج ا في نقطه ه من بره. التناسب هيتعمل ازاي؟ لو انت قسمت ا ب على ب د، يعني الصغير على الكبير في القاطع الاولاني، هي لو انت قسمت ا ج على اللي قصاده اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو ا ه. الطلبه بتيجي في الحته ديت وتتلخبط. عايزك بقى تركز معايا، هرسم لك انا شويه حاجات كده تريحك من القصه دي كلها. يعني هرسم لك مثلثات واطلب منك تجيب الاجزاء المتناسبه. ادي المثلث الاساسي اللي احنا اتعودنا عليه في الصفحه اللي فاتت، ادي د ادي ه في توازي مع ب ج. ركز بالله عليك معايا لان هو ده اهم حاجه في حصتنا، ان احنا نعمل تناسبات. والتناسبات دي انت هتعملها حسب الارقام اللي عندك في المساله. فانا لو خدت ا د على د ب هتاخد بتساوي اللي قصاده من الجنب الثاني. بدات بأ د يبقى ابدا باللي قصادها ا ه على ه ج. ممكن واحد ياخد ا د على ا ب، يعني خد الصغير على الكبير، يبقى هتاخد الجنب الثاني ا ه الصغير على الكبير كله مين يا محترم؟ ا ج. طب تعالى لده، لو الرسمه بالشكل ده ممكن واحد ياخد ا ب على ا د. خد بقى اللي قصادهم في القطع الثاني، طالما ا ب قصاده ا ج، رحت الالف د يبقى قصادها
الله ينور عليك، مين؟ ألف ه. طب ممكن اخد ألف ب على ب د؟ صغير على كبير، يبقى هتاخد الجنب التاني ألف ج على الكبير اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو ج ه. ده الكلام بكل بساطة. لو في تناسب، في توازي، في ايه؟ في تناسب. عكسها ايه؟ عكسها لو في تناسب يبقى في ايه يا شباب؟ في توازي. يعني انت لو قسمت الضلع ده على الضلع ده لقيته هو الضلع ده على الضلع ده، يبقى على طول في ايه يا شباب؟ في توازي. ده اللي بيقوله منطوق النظريه او عكس النظريه. اذا قطع مستقيم ضلعين من اضلاع مثلث اللي هو د ه وقسمهم الى قطع اطوالها متناسبه، يعني قسمت ا د على د ب هي ا ه على ه ج، فانه يوازي الضلع مين يا شباب؟ الثالث. يعني انا لو عندي ا د على د ب بيساوي ا ه على ه ج زي ما انا كاتب، على طول يبقى في توازي. يبقى انا قلت لك توازي في النظريه قصادها تناسب، عكسها لو في تناسب يبقى فيها شباب توازي. طبعا هيكون مديك ارقام، يقول لك ده مثلا ب2، ده ب3، يقول لك ده مثلا ب4، ده ب6، فانت تقسم 2 على 3 تلاقي هي 4 على 6، يبقى في تناسب، على طول يبقى في توازي. ادي النظريه وادي عكسها. تعال على طول ندخل لتمارين. ده الدرس بسيط بس عايزك تركز وانت بتعمل التناسبات، والباقي بعد كده شغل المقصات عشان تجيب المجاهيل. طيب بيقول لك اوجد قيمه س العدديه. س بكام؟ طبعا هسالك سؤال، ايه اللي موجود عندك؟ موجود عندي يا استاذ توازي. يبقى لو انت السؤال جالك مقالي هتقول له بما ان في توازي يعني ده ه بيوازي ب ج، اذا الجميله بتاعتنا يبقى في تناسب. خليك بقى لماح وذكي. انت عندك صغير على صغير بيساوي صغير على صغير، او عندك صغير على كبير بيساوي صغير على كبير. تختار مين؟ حسب ارقام المساله. فانا عندي 6 وعندي 3 صغير وصغير، قصادهم الجنب الثاني في 9 وفي س صغير وصغير، يبقى اكيد هستخدم قاعده ايه؟ الصغير على الصغير بيساوي الصغير على الصغير. حلو. تعال يعني ممكن اكتب بقى في المقالي بالرموز وبعدين اعوض. انا هنا اعوض على طول. في توازي في تناسب، يعني ال6 بتاعت ا د على ال3 بتاعت د ب هي اللي قصادها 9 على ه ج اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي س. كده بكل بساطه تقدر تجيب السين. يلا بينا مقصنا الجميل. يبقى السين بتساوي 9 في 3 على مين؟ على ال6. على ال3 فيها الواحد، على ال3 فيها ال2، 9 على ال2 ب4.5 يا شباب سنتي. تعالى بقى الجنب الثاني مثال 2. بيقول لك ايه؟ هات لي قيمه س برضو، وانا لمحت ان في توازي، يبقى بما ان ه د بيوازي ج ب، يبقى على طول يحصل ايه؟ الله ينور عليك يا ولدي، يحصل تناسب. التناسب ده بيختلف حسب ارقام المساله. عندي دي س زائد 2 اللي هي ا ه، عندي دي 3 اللي هي ه ج صغنطوط، عندي دي 8 ا د، عندي دي س د ب صغنطوط صغير. يعني الاجزاء الصغيره كلها من ا ب ج وأ ب موجوده، يبقى تستخدم حته الصغير على الصغير بيساوي الصغير على الصغير. يبقى انا هقول س زائد 2 على 3 هي اللي قصادهم الجنب الثاني 8 على س. في طالب بيجي في الحته دي يقول لك ايه؟ طب ما انا ممكن اقسم س زائد 2 على 8 هي 3 على س صح برضه. قال لا، يعني ممكن اخد حته من اللي في اليمين على اللي قصادها في الشمال وحته ثانيه من اللي في اليمين على اللي قصادها في الشمال. يعني ممكن تشتغل اليمين كله مع بعضه س زائد 2 على 3 يبقى تساوي التناسب بتاع الشمال كله على بعضه، او تاخد جزء من اليمين على اللي قصاده في الشمال، لان كده من خواص التناسب بسط على بسط هو مقام على مقام، فالاثنين زي بعض. حلو. يلا بينا نعمل مقصنا بقى. انا عايزك تركز في الحته ديت. انت هتضرب السين الجميله ديت في اللي قصادها فوق اللي هي س زائد 2، فلا بد ان انت تعمل عمليه التوزيع. تضرب السين في اول س بس تربيع، تضرب السين في 2 ب2 س يساوي 8 في 3 هو ماتش ب 24. هدخل ال 24 بعكس الاشاره تبقى س اس 2 زائد 2 س ناقص 24 بيساوي 0. طبعا هعمل عمليه التحليل س تربيع س وس، اشاره ال 24 سالبه يبقى واحده سالب والثانيه موجب. كام في كام؟ ب 24 وطرحهم 2. الله ينور عليك يا اللي قلت 4 في 6. الكبير ال6 ياخد الاشاره اللي في النص الموجبه والاربعه عكسها بيساوي 0. طبعا يا اما س ناقص 4 ب0 يا اما س زائد 6 ب0. اطلع الاربعه بعكس الاشاره تبقى الس ب2، اطلع السته بعكس الاشاره يبقى الس بسالب 6. ما ينفعش طول يبقى بالسالب. على فكره ساعات ممكن الس تنفع تبقى بالسالب لو هي عليها تربيع.
وصلت؟ يا رب تكون وصلت. يبقى قيمه السين في الحاله دي بكام يا شباب؟ ب2. ادي سؤالين مباشرين، لو في تناسب في توازي. تعال ناخد فكره ثانيه واوعى تتخض. بيقول لك ايه؟ س ص ع مثلث، المثلث الكبير اسمه س ص ع. س ص ب 14 جميل، س ع ب 21 اجمل، س ل ب 5.6 حلو. مين تنتمي لس ع؟ يعني ما بين س وعين، وس م ب 8.4. اثبت ان ل م بيوازي ص ع. يعني اثبت ان المستقيم ل م ده بيوازي المستقيم اللي هو ضلع من اضلاع المثلث ص ع. يبقى انت عشان تثبت ان في توازي لازم تثبت ان في تناسب. حلو. ممكن بقى طالب يشتغل بالتناسب بصغير على كبير وصغير على كبير. يعني ممكن واحد يقسم ال 5.6 على ال 14 فخد الصغير على الكبير ويشوفها بكام، ويقسم الجنب الثاني 8.4 اللي قصاد 5.6 على ال 21 اللي هي قصاد ال 14. تعالى كده نعملوها بالآلة. 5 و6 على 14 تطلع 2 على 5. طب النسبة الثانية 8 و4 على 21 برضو 2 على 5. يبقى كده في تناسب، يبقى في توازي. طالب تاني قال لك لا انا هشتغل صغير وصغير، انا عندي 5 و6 وعندي 14 فممكن اجيب لام صاد او صاد لام اللي هي تبقى 14 ناقص 5 و6 تطلع لك 8 و4. ويجي الجنب الثاني يقول لك س ع كلها ب 21 وس م ب 8.4 يبقى م صاد الفرق ما بين 21 و 8.4 تطلع لك بكام؟ ب 12 و6. يلا بينا بقى نعمل التناسبات ما بين الاجزاء الصغيره. هاخد ال 5 و6 على ال 8 و4 يبقى هقول له بما ان، يعني انا عندي س لام على لام صاد، س لام على لام صاد هي 5 و6 على 8 و4 واشوفها بكام. وبما ان الجنب الثاني 8 و4 على 12 و6 يعني س م على م عين، يعني 8 و4 على 12 و6. نحسبه دي بالآلة ونحسبه دي بالآلة نشوف التناسب كام. انا هنا في السريع عملتها صغير على كبير، انت بقى عايز تعملها صغير على صغير، هات الجزء ده وتقسمهم على بعض. حلو. يبقى 5 و6 على 8 و4 تطلع لي 2 على 3. تعالى اللي بعد كده 8 و4 على 12 و6 تطلع لك 2 على 3. هتسمي النسبة الأولى دي رقم 1 وهتسمي النسبة الثانية دي رقم 2 وتقول له من 1 و2 يبقى في تناسب ما بين س لام ولام صاد مع س م وم عين. طب طالما في تناسب عكس النظرية قال لك على طول يبقى إذا لام م بيوازي صاد عين، وده المطلوب يا شباب، ده المطلوب إثباته. تعالى في سؤال 3 وبالله عليك اوعى تتخض، ركز كده واستهدى بالله. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ا ب ج د. ا ب ج د ماله؟ شكل رباعي يعني ماشي في 4 اضلاع. صاد تنتمي لب د، صاد موجود عند ب د. في توازي ما بين صاد س والف د، علمتهم بالاحمر. والتوازي ده طبعا س صاد قطع ا ب في س ورسم صاد عين بيوازي ده الجيم. عايز ايه؟ عايز اثبت ان س عين بيوازي ا ج. خليني واحده واحده. مش انت عارف من اساسيات الشغل اللي احنا اتكلمنا عليه ان لو في توازي في تناسب؟ هبدا الاول بالمثلث ا ب د. بص انا هسحبه لك بره كده اهو. ادي ا ادي د ادي ب. عندك مين بيوازي مين؟ عندي س صاد بيوازي ا د. طالما في توازي يبقى على طول الله ينور عليك في تناسب. يبقى لو انت عايز تكتب له برهان تقول له بما ان س صاد بيوازي ا د. اذا عايز تشتغل ايه يا برنس؟ عايز اشتغل صغير على صغير او صغير على كبير، عيش حياتك. هاخد ب س على س ا، ب س على س ا هي اللي قصادها ب صاد على صاد د، ب صاد على صاد د، ودي اسميها رقم كام؟ 1. تعالى في التوازي الثاني بتاع صاد عين مع د ج. خد كده المثلث الجميل ده كده اهو، ادي عين ادي صاد ادي د ادي ج، ادي التوازي الثاني ادي ب. هتقول له ده بيوازي ده، يبقى ب صاد على صاد عين، ب صاد على صاد د هي اللي بيحصل في الجنب الثاني، ب عين على عين ج، ب عين على عين ج، ودي اسميها رقم كام؟ رقم 2.
من ملاحظتك الدقيقة بقى انت مركز من 1 و2 شايف ايه؟ شايف ان الطرف ده هو الطرف ده، يبقى طالما شمال بيساوي شمال يبقى يمين بيساوي يمين، يعني ب س على س أ طلعت هي ب ع على ع ج. طب ركز كده، ب س على س أ هي ب ع على ع ج في الشكل الكبير في المثلث ده أ ب ج. طالما ب س على س أ هي ب ع على ع ج يبقى في توازي ما بين س ع وأ ج طبعا. يبقى إذا س ع بتوازي مين يا شباب؟ أ ج. مهما تكون المسألة شكلها يخض قسمها، خد توازي أولاني كده وارسمه على جنب وجيب التناسب، وخد التوازي التاني وارسمه على جنب واربطهم ببعض هتلاقي نفسك وصلت على طول للمطلوب. عندي مثال بقى برضو ما تتخضش منه، بيقول لك هات لي طول س ص، هات لي طول الحتة الصغيرة دي. طيب مبدئيا عندي كام توازي؟ عندي 2. عندي د س بيوازي أ ج اهو في المثلث الكبير. بص الجمال اللي انا هعمله بقى، انا قسمت بره عشان ما اتلخبطش. أ ب ج ده المثلث الكبير، قايل لي د س ادي د وادي س، ودي النسبة 2 إلى 3، وأ ج ده بيوازي ده، وقايل لي دي كلها اللي هي ب ج 13 ونص. حلو، عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب طول الحته دي. طب انا ممكن اصلا اجيب طول دي بكام ودول طول دي بكام. ازاي يعني يا استاذ؟ تعالى اقول لك، مش في توازي؟ يبقى في تناسب. يبقى انا هقول له بما ان د س بيوازي أ ج، يبقى اذا الحته دي 2 على دي كلها 5. ليه؟ عشان انا عندي الجنب التاني الحته دي كلها، يبقى انا لازم اخد صغير على كبير عشان عندي الجنب التاني الكبير كله موجود. حلو، بيساوي اللي قصاد بقى النسبه 2 مين؟ ب س ما اعرفهاش على الكبير كله. الله ينور عليك يا ولدي، ب 13 ونص. كده تقدر تجيب طول ب س. يلا بينا، ب س بالايه بقى؟ بالمقص. يبقى ب س هتساوي 2 في 13 ونص على 5، يعني 27 على 5، يعني 5.4 سنتي. 5.4 سنتي. ادي من التوازي الاولاني. تعالى للتوازي الثاني. هرسم المثلث الكبير برضو بتاعنا اهو. ادي ه، ادي ص، ادي النسبه دي 4، النسبه دي 5، وادي ج وادي ب. كده ممكن اجيب ج ص الحته دي. بقى عندي دي، بقى عندي ديت، اقدر اجيب الحته اللي ما بينهم. حلو، هقول له ايه بقى؟ دي كلها برضو ب 13 ونص. بما ان ه ص بيوازي أ ب، يبقى اذا هتاخد صغير على كبير عشان انت عندك الكبير كله تحت، يعني 4 على 9، لان ده كله 4 اجزاء و5 اجزاء، بيساوي صغير اللي هو ج ص على الكبير 13 ونص. تقدر تجيب ج ص؟ ايوه يا استاذ، 4 في 13 ونص على مين؟ على التسعة. تعال نحسبوها بالآلة. 4 في 13 ونص على التسعة تقريبا 6، تطلع بكام يا شباب؟ ب6. خد بالك بقى، دي بقى 5 و4 ودي ب6. تقدر تجيب س ص؟ يبقى اذا س ص هتطرح ال 13 ونص، تشيل منهم ال5 و4 اللي هي طول ب س وال6. احسبها دي كده 11 و4. 13 ونص ناقص 11 و4، 2 و1 من كام يا شباب؟ 2 و1 من 10 سنتيمتر. سؤال حلو جدا، ومحتاج طالب بس يقدر يعمل تناسبات ويشوف انا خدت ده وده، يبقى هاخد عندي بقى هنا الجنب التاني اللي تحت ده الكبير، يبقى هاخد الصغير على الكبير، يبقى بيساوي الصغير على الكبير، جبت الصغير. اجي للتناسب ده التوازي ده، يبقى الصغير على الكبير، يبقى بيساوي اللي قصاده الصغير على الكبير، عشان عندي الكبير تحت جبت ده. طالما عندي الحته دي وعندي الحته دي اقدر اجيب الحته اللي ما بينهم، اطرح الكبير ناقص مجموع الاثنين الايه؟ الصغيرين.
بالمثال كده اللي فات نكون وصلنا لختام حلقتنا شرح اول درس عند سيادتك في الوحده الثانيه فرع الهندسه اللي هو بعنوان التناسب او الاجزاء المستقيمه المتوازيه والاجزاء المتناسبه بينهم. يعني في عنوان كبير قوي كده لاسم الدرس. طبعا في حلقه التدريبات حل تمرين المعاصر على الدرس دوت هتلاقي افكار كتيره اكتر كمان من افكار حصه الشرح. اشوفكم على خير طبعا في حلقه التدريبات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.